هل من الجائز الامتناع عن الزواج بسبب مدونة الأسرة الجديدة؟ سير تزوج راكم تفليح. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الموضوع اللي غنهضروا عليه دابا بغيت الرأي ديالكم ضروري، حيت أنا كنآمن بالذكاء الرأي العام. ملي كنقرا التعليقات كنتفاجئ ببعض الأفكار والتحليلات الذكية ديال بعض الأشخاص. الدكتور ياسين العمري مشى عكس التيار وكيقول بلا الدوله ما يمكنش تحط شي قانون وهما عارفين بلا غيترفض من طرف المجتمع يعني المغاربه. واللي فهمت من كلامه هو ممكن يتم تغيير بعض القوانين في هذه المدونات الاسره الجديده اللي كثرت عليها الهضره والترفضات من طرف المغاربه، حيت هذه المدونات الاسره راه مازال ما تمش المصادقه عليها حتى تدوز في مجلس المستشارين ويتم التصويت عليها في البرلمان. ولكن قبل نعرضوا على الراي العام باش يشوفوا المغاربه كيفاش غادي يتفاعلوا ويكون رد الفعل ديالهم مع هذه مدونات الاسره الجديده، نخليكم مع التحليل ديال الدكتور ياسين العمري وكنتسنى الاراء ديالكم في التعليقات. وهل من الجائز الامتناع عن الزواج بسبب مدونة الأسرة الجديدة؟ وانت صاحبي كندوي معاك تدغيا شعلتي وداك النهار سميتو راه كنطالع عليا وفاتت.